كان عندي محاضرة المفروض الأسبوع اللي قبل اللي فات، وقت المطرة يعني ما حصلت المطرة والحاجات البلد غرقت والكلام ده كله فاتأجلت يعني. فكانت المحاضرة دي هعمل فيها سيشن أو توك عن الماركتنج أو عن التسويق. بصراحة قررت إن أنا أطلع السيشن ده اللي أنا كنت هتكلم فيه دلوقتي، بدل ما كان هيشوفوا 250 أو 300 شخص، فحضراتكم أولى إن شاء الله ونخلي النفع يعم يعني. كنا هنتكلم في فكرة الماركتنج ديفينيشن. يعني إيه هو الماركتنج؟ يعني تعريف الماركتنج إيه؟ أنا لما بصيت كده يعني النظرية دي خاصة بيا، يعني أنا بحثت كده وإيه وحاولت أطلعها يعني. لقيت إن كلمة ماركتنج بتتكون من أكتر من حاجة. أول حاجة بتتكون من كلمة مارك دي يعني ايه؟ يعني علامه. لو حطيت الاي تي هتبقى ماركت يعني سوق، علامه وسوق. ولو جيت بقى بصيت لكلمه ماركتنج بالاي ان جي هتلاقيها ان انت تسيب علامه في السوق. فبكل بساطه كلمه ماركتنج ان انت تقدر على قد ما تقدر تسيب علامه في الماركت اللي انت هتشتغل فيه، ايا كان نوع الخدمه او نوع المنتج. طيب فرق كبير جدا ما بين الماركتنج والسيلز. السيلز ده هي البروسيس النهائيه او الاخيره، اخر حاجه خالص تقريبا في الماركتنج يعني. فالمفروض الماركتنج يتعمل صح عشان العميل لما يخش السيلز مان كل دوره انه يعمل عمليه هاندلنج للبيع، ان هو بس يساعده يحصل على المنتج او يحصل على الخدمه. هتلاقي مثلا ان الشركات الكبيره جدا زي ابل على سبيل المثال هي بتنزل بالمؤتمر بتاعها تلونش الايفون 14 او تلونش البرودكتس بتاعتها، الاوردرز خلاص. فالسيلز اصلا اللي في ابل مفيش اي مجهود خالص بيبذله. فانت كراجل ماركتير المفروض ان انت تسهل على قسم المبيعات ان هم يبيعوا البيعه بسهوله، لانك بتوضح بقى كل الحاجات اللي ليها علاقه بالماركتنج اللي احنا هنتكلم فيها بعد شويه. الماركتنج جه الاول ولا التجاره؟ يعني علم الماركتنج ظهر امتى؟ اول حاجه ظهرت في التاريخ كانت التجاره. لما ابتدت التجاره المنتجات تزيد فابتدى يظهر البيع او اساليب البيع. بعد شويه ابتدى يحصل عمليه بقى ان انت اظهار للمنتج بشكل كويس، شكله، الغلاف بتاعه، الناس اللي بتستخدمه، الحاجات دي كلها. طيب تاريخ الماركتنج كده كالتالي: عندنا تجاره، عندنا ماركتنج، بعد ما دخل الانترنت بقى عندنا حاجه اسمها اونلاين ماركتنج، بعد شويه بقى عندنا حاجه اسمها ديجيتال ماركتنج. طيب الاونلاين ماركتنج ده اللي هو التسويق من خلال اونلاين. الديجيتال ماركتنج ده بقى هي التولز او الادوات اللي انت مطالب تتعلمها مثلا على فيسبوك، على جوجل، على انستجرام، على يوتيوب، عشان خاطر تعرف تعمل عمليه الماركتنج بتاعك. ان انت تعرف ازاي بقى التارجت اودينس، ازاي ان انت تعمل عمليه الاختيار بتاع المكان او اللوكيشن اللي هتظهر فيه الاعلان بتاعك. فكل ده من خلال ايه؟ الديجيتال ماركتنج. النقطه اللي بعد كده ظهر نوع من انواع الماركتنج اسمه الام ال ام، اللي هو المالتي ليفل ماركتنج، اللي هو تسويق متعدد المستويات، زي اللي بتشتغل بيه مثلا شركه زي اورفلام وشركه زي ماي واي وشركات اللي هي ايه بتسوق لمنتجاتها من خلال الافراد. قصاده على طول في نوع اسمه النتورك ماركتنج او التسويق الشبكي، اللي هو ان انت بتستخدم برضو الافراد بس مش بمستويات كده، بتبقى بقى حاجه بيراميد سكيم، او في شركات طبعا بيراميد سكيم وفي شركات تانية شغاله مالتي ليفل ماركتنج برضو. فغالبا المالتي ليفل ماركتنج هو الشامل لكل انواع الايه التسويق. انت بتشوف واحد يكلمك يقول لك تعالى اعمل مش عارف ايه، اشتري مني منتج وبعدين لما هتبيعه هتكسب عموله وهتكسب فلوس. طب النوع ده حلو ولا وحش؟ هو النوع ده نوع من انواع الماركتنج، ولكن احنا اللي بنستخدمه غلط. يعني احنا في الوطن العربي نوعا ما بنستخدم فيه اسلوب الغرر بشكل كبير قوي. يعني انت ما بتخشش البيزنس ده او ما بتخشش عشان خاطر المنتج، انت بتخش عشان خاطر تعمل فلوس من ورا المنتج، مع ان الاساس بتاعه ان المنتج يبقى عاجبك. فهو بيقول لك لا اشتري منتج وكده كده ايه مش مشكله، يعني مش لازم يعجبك، خش وادفع. وهتلاقي ان كله بيخش يشتري كده. فعمليه المنظومه اللي مبني عليها الموضوع عندنا في الشرق الاوسط لا مش كده قوي. الطبيعي ان انت عندك منتج حبه جدا فبتروح تشتريه، فلما انت عجبك فبتقول للناس عليه ان المنتج ده حلو ممكن يساعدكم في حياتكم. انما ان انا اخش الام ال ام ماركتنج او المالتي ليفل ماركتنج عشان خاطر مثلا صاحبي جاب عربيه، او عشان خاطر الكوتش الكبير البوب التنين جاب فيلا وجاب قصر في المريخ ودخل التاريخ والكلام ده كله، لا ده كلام مش صحيح، لا ليه علاقه بالبزنس ولا ليه علاقه بالماركتنج اصلا بشكل عام. لان في الاول وفي الاخر في ناس كتيره جدا ما دخلتش المجال ده وعامله ملايين ومليارات عادي جدا. الطريقه الثانيه اللي هم بيحاولوا يقنعوك بيها ان المجال ده من احسن المجالات، ان هو بيحاول يقول لك ان انت مش هتلاقي اي فرصه في الحياه غير التسويق الشبكي او التسويق متعدد المستويات، وهو ده اللي هيحل لك ازمه حياتك، وهو. ولكن انا وجهه نظري متواضعه وكان ليا تجربه مع المجال ده لفتره مش قليله، لا هو مجال لو انت هتخش تتعلم فيه حاجه كويسه جدا، هتتعلم فيه ليدرشيب، هتتعلم فيه ازاي تبيع، ازاي تسوق، ازاي بس اهم حاجه يكون فيه شركه محترمه، شركه قويه عندها منتج فعلا حقيقي، منتج فعلا عليه ديماند او عليه طلب، او في ناس بتخش بتشتريه، عشان خاطر ما تلبس في الحيط يعني وتلبس ناس معاك في الحيط
الخيط. فده النتورك ماركتنج او الام ال ام ماركتنج. في بقى حاجه اسمها اللي هي البيرسونال براندنج او البيرسونال ماركتنج. البيرسونال ماركتنج ده حضرتك المفروض يعني غصب عنك ايا كان مجالك ايه لازم تكون عارفه كويس جدا. لازم تكون عارف واخد بالك كويس انت بتنزل ايه على السوشيال ميديا، انت بتكلم الناس ازاي، انت بتلبس ايه، طريقه كلامك عامله ازاي، طريقه حوارك عامله ازاي، هل بتشتم وبتقعد تغلط وبتقعد تنزل في نيجاتيف بوستز وبتقعد يعني هل انت من الناس النيجاتيف على السوشيال ميديا ولا انت من الناس البوزيتيف اللي هم مش لازم بوزيتيف هبل يعني وعبيط، لا بس انت راجل عقلاني نوعا ما، مش كل ما حاجه تعجبك تروح جاي على طول نازل عامل لها شير او تقعد تشتم مثلا لو فريقك اتهزم او لو فريق تاني الناس كسبت. فالبيرسونال ماركتنج اللي هو اللي بيسموه البيرسونال براندنج اللي هو ذا براند از يو، يعني انت البراند في الاساس. يعني الماركتنج بقى الشخصي ده تاخد بالك من تعاملاتك مع الناس، تاخد بالك من لسانك، واهالينا زمان علمونا يعني لسانك حصانك ان صنت صانك وان هنت هانك، وتاخد بالك من لبسك ومن شكلك وتاخد بالك من اسلوب كلامك. كل الحاجات دي بتكون شخصيه، الشخصيه دي بيسموها عليها البيرسونال براندنج. فعشان كده تلاقي ناس على السوشيال ميديا مثلا لا الراجل ده قليل ادب، هو خلاص بقى اتشهر عنده ان الراجل ده قليل ادب. واحد تاني لا والله ده راجل محترم، واحد تاني والله لا ده راجل بيعلم كويس، واحد تاني لا ده شكله شيك، واحد تاني ده لسانه حلو، واحد تاني. فانت تكير قوي من التسويق الشخصي اللي انت بتعمله لنفسك، لان انت كل خطوه من اول ما بتصحى من نومك لحد ما بتنام بتصب او بتسمع في البيرسونال براندنج بتاعك. اخر حاجه في الموضوع بقى الماركتنج ده بيتكون من 3 حاجات. بيتكون من نيد، يعني انت عشان تعمل تسويق لشيء لازم تعرف النيد او الاحتياج بتاع الناس في المنتج ده هو ايه، تمام. ولكن الماركتنج مش بيشتغل على النيد قوي، الماركتنج بيشتغل على الوون اللي هي الرغبه او الاراده، والديماند اللي هو الطلب او القدره. بمعنى مثال بسيط، انت النهارده عندك احتياج ان انت تجيب عربيه، العربيه دي احتياج من ضمن الاحتياجات الاساسيه، او ان انت تجيب شقه يعني. فانت الوونت بتاعتك ان انت عايز تجيب شقه يعني ب 3 4 مليون، يعني انت نفسك تقعد في شقه ب 3 4 5 مليون، نفسك تقعد في فيلا. ولكن انت الديماند عندك يعني اخرك تجيب شقه ب 200 300 الف لو كان موجود السعر ده حاليا يعني. فحضرتك بتنزل المنتج لازم تتاكد ان هو احتياجه موجود، يعني ما تنزلش منتج بلا احتياج. يعني هو انت ممكن تنزل منتج بلا احتياج وتعمل كرييت للنيد، زي مثلا في مرسيدس كده ابواب الشفط، ان هم يعني ما كانش حد اشتكى هو بيقفل باب العربيه فدراعه وجعه فقال ايه ده، لا هو ليه ما فيش بيبان شفط، يعني كلها حاجات بتبقى لاكجري يعني. ولكن لو ما عندكش القدره ان انت تخلق احتياج لمنتج هو لسه نازل جديد، يبقى دي هتبقى مشكله عندك. فالافضل تلعب على ايه؟ تلعب على الوونت والديماند، ان انت تنزل منتج المنتج ده فيه رغبه ليه في السوق. زي مثلا العربيات الصيني نزلت منتج كويس، فيه فتحه سقف وفيه مش عارف كراسي كهرباء وفيه اي بي اس واي بي دي، وسعره اللي هي الديماند مناسب. يعني هتلاقي الفرق ما بينه وما بين الكوري مثلا 100,000، والفرق ما بينه وبين الياباني 200,000، والفرق ما بينه وما بين الالماني 300 400,000. فاهم؟ فانت النهارده عشان تبتدي تعمل التسويق بتاعك مطالب تعرف احتياج العميل ايه بالظبط، المنتج بتاعك هل هو مناسب للطلب بتاعه وللقدره بتاعته. قدرت تعمل الحاجات دي فنوعا ما هتلاقي نفسك بتعمل ماركتنج كامبين او حمله تسويقيه ناجحه لمنتجك. فملخص الموضوع ماركتنج ان انت تسيب علامه في السوق. الماركتنج انواع كثيره جدا، منه الاونلاين ماركتنج والديجيتال ماركتنج والام ال ام ماركتنج او النتورك ماركتنج والبيرسونال ماركتنج. اخر حاجه خد بالك من الرغبه او من القدره او من الطلب بتاع المنتج بتاعك، ولازم تتاكد في الاول قبل ما تنزل وتصنع منتج مثلا او تسوق لخدمه بشكل كبير قوي، لازم تتاكد ان هي في قدره على الدفع، العميل يقدر يدفع رقمها او السعر بتاعها، وفي نفس الوقت انت بتلبي له احتياج عنده او بتلبي له رغبه. ربنا يكرمكم يا رب، يوفقكم، تكونوا من انجح رجال الاعمال وسيدات الاعمال في المستقبل ان شاء الله. السلام عليكم.